اخبار الزمالك النهارده يا جماعه، ركزوا معايا شويه. اولا يا جماعه، كلنا عارفين ان احنا عندنا مباراه يوم السبت القادم امام كايزر تشيفز في جنوب افريقيا الساعه 3، صح؟ طيب، طبعا كلنا عارفين ان الفريق بتاعنا سافر وكل شيء كان تمام، بس الرحله طبعا كانت طويله شويه، كانت تقريبا 11 ساعه. فالنهارده كان اول تدريب بشكل كبير لنادي الزمالك. ممكن قبليها اليوم اللي فات قعدوا يسخنوا تسخينات بسيطه، النهارده بقى كان تمرين بجد، واللعيبه اتمرنوا بشكل كويس وادوا التمرينات بشكل ايجابي جدا، وبشوف انه كويس ان احنا سافرنا بدري. تمام. طيب، خلينا نقول انه في حاجه كده حصلت قبل ما اللعيبه تسافر، وهي ان الحارس بتاع نادي الزمالك المهدي سليمان غاب عن التدريبات بدون سبب وبدون انذار للجهاز الفني. ليه؟ لانه متضايق. طيب حبيبي، متضايق من ايه؟ متضايق انه ما بيلعبش. هل ده سبب انك تغيب عن التمرين؟ خالص، مش سبب خالص، يعني ده اسمه استهبال بصراحه. عواد قبل كده كتير كان بيقعد دكه وكان بيقعد في المدرج، مع انه عواد المفروض ايه كان هو الحارس الاساسي بتاعنا، فالمفروض ان هو اكتر واحد ممكن يتضايق، ومع ذلك عواد مع عمره ما كان غايب من التمرين، ملتزم جدا. انا بحب الالتزام يا جماعه، مهما كان انت بتلعب او ما بتلعبش، ده اسمه تهريج. وبالتالي تم توقيع عقوبه على المهدي سليمان وما سافرش مع الفريق، وحقيقي ده قرار صح جدا. وبشوف ان اي حد يا جماعه لا يلتزم في التمرين يخرج بره السكور تماما، ما فيهاش هزار، دي كبير او صغير. تمام. طيب، وده اللي انا قلته قبل كده، ان مشكله ان يبقى فيه 3 حراس مرمى في الزمالك هتعمل ازمه كبيره، وده اللي حاصل. فتمام. غير كده كمان دونجا يا جماعه كان اتصاب في مباراه زيسكو اللي اقيمت في مصر، وعرفنا حجم اصابته خلاص. هيغيب من شهر لشهر ونص، وطبعا دي فتره كبيره. ليه؟ لان للاسف احمد ربيع كمان لسه ما تمش شفائه من الاصابه، فاحنا هنعاني جدا في مركز خط النص اللي هو ديفندر، مركز 6. طيب، ايه كمان؟ عندنا ازمه كبيره برضو يا جماعه، عمر فرج. اللي ما يعرفش، عمر فرج ده مهاجم فلسطيني، الزمالك كان جابه بسعر يعني لسه ما سددناهوش لحد دلوقتي للفريق بتاعه الاسبق. وحقيقي عمر فرج كمان عنده ازمه كبيره تانية بعيدا عن النقطه دي خالص. عمر فرج يا جماعه اصلا ما بيتمرنش مع الفريق، ما بينضمش حتى للقايمه. يعني انتوا فاهمين الموضوع عامل ازاي؟ ليه؟ لان كان المفروض يتم تسويقه من قبل جون ادوارد، بس حقيقي جون ادوارد فشل في الملف ده تماما ومعرفش يجيب عقد ليه. تمام. طيب، المفروض ان عمر فرج بقاله 4 شهور ما خدش مستحقاته. تمام. الحقيقه ده وقت كبير جدا بالنسبه للاجنبي. تمام. وبالتالي بناء عليه عمر فرج قرر ان هو يبعت انذار بفسخ عقده لنادي الزمالك، وحقيقي حقه جدا. يعني الراجل ما بيلعبش وما بياخدش مستحقاته، قاعد ليه؟ فالمفروض ان نادي الزمالك بيحاول بكل الطرق ان هو يحاول يبعت له جزء من مستحقاته عشان الانذار ده ما يدفعش، لانه لو فسخ العقد يا جماعه بناء ان هو ما بياخدش مستحقاته هيتم دفع عقده كامل من قبل نادي الزمالك، وده طبعا هيبقى مبلغ كبير جدا، واحنا مش ناقصين، لان احنا عندنا اصلا صلاح مصدق فسخ عقده وهيفلسع خلاص، ده اذا ما كانش فلسع تماما وراح بلده، وكمان هيبقى عمر فرج، فالموضوع هيبقى صعب جدا يعني. بمناسبة صلاح مصدق، بما انه فسخ عقده، الوداد المغربي بيحاول يتعاقد معاه، وبنسبة كبيرة هيكون متعاقد معاه لمدة 5 سنوات. انا قلتها قبل كده وهقولها تاني، انا مش زعلانة من صلاح مصدق، لانه بصراحة انا لو مكانه مش هبقى فاهمة انا قاعدة بعمل ايه. انا لعب مش بلعب، فلوس مش باخد، ولا هو ابن النادي ولا هو يعرفنا، يعني هو راجل محترف، فالمحترف بالنسبه له عنده العب واخد فلوسي. الراجل لا بيلعب ولا بياخد فلوسه ومتغرب عن اهله، فالحقيقه انا مش قادره الومه بصراحه. يعني اتمنى ان مجلس الاداره يحل المشاكل دي، عشان بجد الواحد زهق وقرف واتخنق من كتر ما المشاكل بتتكرر بنفس الطريقه وملهاش حلول. يعني اعرف ان الواحد ممكن يغلط مره ويتعلم في التانيه،
احنا بنغلط مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما بنتعلمش. طيب المفروض ان كان في عقد مبدئي ما بين نادي الزمالك ونادي بتروجيت وحامد حمدان. عقد مبدئي يعني غير ملزم، بمعنى انه لو الزمالك نفذ بنود العقد اوكي، وحامد حمدان موافق اوكي، فبتروجيت مضطره ان هي تعمل ده. طيب لو حامد حمدان خلاص مش عايز، خلاص العقد بالله واشربوا ميته. طيب طبعا كلنا عارفين ان في ازمه قيد في نادي الزمالك، في ازمه مستحقات في نادي الزمالك، شيء غير مبشر تماما لوجود اي لاعب عايز يجي، هو هيخاف اصلا، صح؟ طيب لو الموضوع ده ما اتحلش في يناير، طبيعي ان حامد حمدان مش هيقدر يجي نادي الزمالك، صح؟ لان موقف لنا قيد يا باشا. تمام؟ فاتمنى ان الموضوع يتحل، لان نادي الزمالك متمسك بالعقد اللي هو ابرم مع بتروجيت وحامد حمدان ان هو يضم حامد حمدان في يناير. بس لو الحاجات دي ما اتحلتش هو يتمسك براحته نادي الزمالك، الموضوع مش هيبقى اصلا فيه قيل وقال. انا معيش فلوس ادفعها لبتروجيت، القيد عندي مش مفتوح عشان اقدر اضم حامد حمدان اساسا، فاحنا في ازمه حقيقيه. طيب طبعا كان في خبر كده انتشر ان مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب تقدم باستقالته رسميا لوزير اشرف صبحي. في ناس طلعت نفت الخبر، بس انا من موقعي هذا بقول لك ان الخبر حقيقي، والمجلس فعلا تقدم باستقالته، بس تم رفضها من قبل الوزير. ليه؟ لانه هيعمل ازمه للوزير نفسه، فقال لك انا مالي، مفيش استقالات، انا مش موافق. بس يعني هم عايزين ينطوا من المركب عادي شيء طبيعي جدا، انا مش منتظره منهم حاجه اصلا. لو حد فيكم كجمهور نادي الزمالك منتظر حاجه من مجلس الاداره الحالي يبقى بيحلم، وحلم بعيد المنال، يعني احنا مش هنطوله كمان. طيب كان في اجتماع جمعيه عموميه في اتحاد الكوره، وممثل نادي الزمالك اللي هو هشام نصر وصل متاخر نص ساعه. حقيقي انتوا بتوصلوا متاخرين دايما في اي حاجه والله تخص نادي الزمالك او تخص اي حاجه تانية. نفسي في مره توصلوا في ميعادكم، تاخدوا قرار في ميعاده، تحلوا مشكله قبل ما تحصل. بس للاسف مفيش فايده ومفيش حاجه نقدر نقولها. خلينا نقول يا جماعه انه الحاجه الوحيده المضيئه في نادي الزمالك هفضل اقولها دايما هي جمهور نادي الزمالك. انا عارفه ان احنا مش في احسن حاجه، وعمرنا ما كنا في احسن حاله بالظروف اللي احنا بنقابلها، بس اتمنى ان الجمهور يفضل ولا الفريق، لان احنا عندنا مباراه مهمه جدا امام كايزر تشيفز يوم السبت الساعه 3 العصر، وكايزر تشيفز دي فرقه من جنوب افريقيا رخمه، وعندنا نقص عددي في اللعيبه، وناس مهمه جدا غايبه زي دونجا وعبد الله السعيد. اتمنى ان احنا ما نتاثرش بالغيابات، واتمنى ان احنا نكون مركزين جدا، واتمنى ان احنا نخرج بفوز مهم جدا في المباراه دي، لان ده هينفعنا جدا في بطوله الكونفدراليه، هيريحنا كتير. ان شاء الله نادي الزمالك يكون في حال احسن المره الجايه لما اجي اتكلم معاكم.